تفاصيل النشرة. أهلا بكم. استقبل الرئيس إسياس أفورقي بقاعة هاجر اليوم وزير خارجية جمهورية اليمن الدكتور أبو بكر القربي. وسلم الدكتور أبو بكر القربي في اللقاء رسالة من رئيس جمهورية اليمن السيد عبد الرب منصور هادي إلى الرئيس إسياس أفورقي تتعلق بتطوير العلاقات بين البلدين. وقدم وزير الخارجية اليمني الدكتور أبو بكر القربي توضيحا في اللقاء عن الأوضاع الرهينة في اليمن والتحديات التي يمر بها. قدم وزير الزراعة السيد رفين برهاء المزارعين أو دعاهم لإكمال استعداداتهم للاستفادة من كل قطرة ماء ورفع الإنتاج الزراعي. وأوضح في المقابلة التي أجراها بشأن توقعات الخريف والبرامج الزراعية الموضوعة أن أنشطة حماية التربة وحفظ المياه ظلت جارية منذ عام 2011 في الجبال والسهول الجرداء وكذلك الأراضي الزراعية، وأنها ورغم بدايتها ستعمل حسب التقييم الذي جرى على رفع الإنتاجية بنسبة أكثر من 20%. وقال أن الذرة والدخن والشعير والقمح تستهلك بكثرة في البلاد، ووضعا في الاعتبار لذلك يتم نشر البذور المحسنة المجربة لهذه الأنواع من الذرة، مشيرا إلى أن إنتاج القمح ارتفع من 20 و30 كنتالا من الهكتار الواحد إلى 50 هكتارا في أقاليم الجنوبي والأوسط وعنسبة والقشبركة. وقدم وزير الزراعة السيد رفين برهة توضيحا موسعا عن الأوضاع الماشية والغابات والسدود والمراعي والتجهيزات الزراعية وغيرها، موصيا المزارعين على تمهيد الأراضي الزراعية وتبادل التجارب وتدعيم الأنشطة الزراعية بالوسائل العلمية الحديثة واستشارة المهنيين والخبراء الزراعيين. شاركت الأمهات القادمة من إيطاليا مع أفراد قوات الدفاع في الحفل الذي أقيم في علا بمناسبة العيد 22 للاستقلال. وحضر الحفل وزير الدفاع الفريق أول سبحة إفريم ومسؤول القوات الخاصة اللواء فيليبوس واليوهانس وعدد من المسؤولين. وعكست المناسبة مدى التناغم بين أفراد قوات الدفاع والشعب، حيث اشتملت على العديد من الفقرات الفنية. وأشادت كل من السيدة تبتو تسفى قرقش والسيدة جروم كوفلاي بالدور الذي يقوم به أفراد قوات الدفاع في البرامج التنموية. وعدد كل من السيد صالح آدم والسيدة صادق تسفى مريم الأنشطة التي ينخرط فيها قوات الدفاع لحماية السيادة الوطنية. وشار كل من عبد الله إدريس وسلمون هيلة من أفراد قوات الدفاع إلى مكانة المرأة الأريترية، وأن مشاركة الأمهات القادمات من إيطاليا لها دلالات عميقة في التفاني وحب الوطن، ويعزز روح المثابرة والعمل لأفراد قوات الدفاع الأريترية. في ختام الحفل وزعت هدايا أعدت من قبل وزير الدفاع والفرق العسكرية الأخرى للأمهات القادمات من إيطاليا. من جانبهن تبرعت الأمهات ب20,000 نقفة لصالح الأنشطة الفنية والرياضية التابعة لأفراد قوات الدفاع الأريترية. أقامت الجالية الإريترية في مدينة بورسودان حفلا بمناسبة العيد 22 للاستقلال في 29 و30 من شهر مايو. وشارك في الحفل والي ولاية البحر الأحمر الدكتور محمد طاهر إيلا وآلاف المواطنين المقيمين في الولايات، حيث اشتمل الحفل على فقرات فنية وتراثية. وقال سكرتير السفارة الإريترية بالسودان سيد إبراهيم إدريس في مناسبة الاحتفال أن شعار الاحتفال بالعيد الوطني التصدي درعنا والعمل عزتنا يعكس البرامج التنموية ومدى انسجام الحكومة والشعب وإفشال العدائيات والمؤامرات. من جهته ذكر رئيس الجالية الإريترية في ولاية البحر الأحمر السيدة عندة مريم جبر ميكيل مكانة الشعب الإريتري في العالم ووضوح الهدف واستغلال قراره، مؤكدا بأهمية ذلك في تحقيق العدالة الاجتماعية ورفاهية المجتمع. وبعد أن قدم والي ولاية البحر الأحمر الدكتور محمد طاهر إيلا تهانيه للشعب الإريتري، استعرض عمق العلاقات بين الشعبين السوداني والإريتري، معددا العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وشاركت في الحفل الذي أقيم في ميناء بورسودان اليومين متتاليين فرقة بنيفر الفنية القادمة من أسمرة. هذا واختتمت احتفالات ذكرى عيد الاستقلال 22 في مدينة بورت سودان، والتي بدأت بولاية كسلا ثم القذارف والخرطوم.
في إطار الأنشطة التي تقوم بها السفارة الإريترية في بريطانيا تحت شعار شهر مايو لعزة الاستقلال، وذلك بمناسبة الذكرى 22 للاستقلال، عقد أصدقاء إريتريا في بريطانيا منتداهم السنوي الخامس في مدينة لندن. وشكر سفير إريتريا في بريطانيا وأيرلندا السيدة تسفا ميكيل جراتو في الكلمة التي ألقاها في المنتدى الذي حضره الدبلوماسيون وممثلو مختلف المؤسسات البريطانية والمهنيون والمستثمرون وأصدقاء إريتريا، شكر الحضور مشاركتهم في احتفالات ذكرى استقلال إريتريا، وقدم توضيحا موسعا عن التقدم الاقتصادي والاجتماعي الراهن في إريتريا وفرص الاستثمار الموجودة في إريتريا والحظر الجائر المفروض على إريتريا. وقدم أصدقاء إريتريا الذين زاروا إريتريا شهاداتهم عن إريتريا التي زاروها، مؤكدين بأن السلام والاستقرار الذي لمسوه في إريتريا يعتبر الثروة الكبرى للبلاد، داعيا المشاركين لزيارة إريتريا ومشاهدة الواقع عن قرب. كما قدم ممثلو بعض شركات التعدين العاملة في إريتريا شرحا عن تطور أنشطة التعدين في إريتريا والإدارة الجيدة للحكومة التي تمنح الأولوية للشعب. وتخلل المنتدى أنشطة ثقافية وحفل عشاء وبرامج ترفيهية. أوضح مكتب البنية التحتية في إدارة الإقليم الأوسط أن إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية في مناطق الإكسبو والمطار والقصر الحكومي وعداق حراج وعداق حموس وقجرت لها مميزات أكثر من الإنارة التي تعمل بالتيار الكهربائي. وأشار المكتب أن هذه الإنارة تخزن الطاقة الشمسية وتضيء مباشرة بعد مغيب الشمس، ويمكنها العمل ببساطة من الطاقة التي تستمدها أثناء وجود السحب في موسم الخريف، ولها إمكانية الإضاءة ل14 ساعة متواصلة، حيث تم تركيب أكثر من 120 عمودا بمعدل شمعتين في العمود الواحد. وتوجد خطة لتبديل إنارة شوارع أسمرة بالطاقة الشمسية حسب الأولويات. ذكر السيد نايزكي قبل مسكل والسيدة جدة محور من سكان عداق حموس أن الحدائق في الحي كانت مكانا لرمي النفايات لعدم وجود الإنارة فيها، وقد أصبحت جميلة ومريحة بعد إنارتها بالطاقة الشمسية. وشكر إدارة الإقليم الأوسط لهذا الجهد. وشارت كل من السيدة أبا برهة والسيدة مسفن قبرولد من سكان قجرت إلى أن الإنارة بالطاقة الشمسية للشوارع تساهم كثيرا في نظافة وأمن المنطقة دون قلق من انقطاع التيار الكهربائي، داعين إلى تحمل السكان مسؤولية العناية والحفاظ على الإنارة الموجودة في مناطقهم. يقوم سكان ضواحي بيرامي وحرقيقو ودوغولي بمديرية مصوع بنفير لحماية التربة وحفظ المياه. وأوضح السيد عثمان محمد إدريس والسيد محمد أحمد صالح أن العمل الذي يقومون به هو مواصلة لجهود تحقيق الأمن الغذائي وتحسين حياة المزارعين. وذكرت السيدة أول خير سعد والسيدة مريم محمد نور أنهما يساهمن في كافة الأنشطة التنموية، مؤكدتين بأن الأعمال حماية التربة والمياه تحدث تغييرا إيجابيا في حياتهما. وقال مدير ضاحية إمبيرامي السيد صالح الأمين أن النفير الذي يقومون به مرتبط بأنشطتهم اليومية ويعمل على رفع الإنتاج الزراعي. ويفيد مكتب وزارة الزراعة في مديرية مصوع بأن نحو 1000 هكتار فقط من الأراضي الزراعية تزرع من جملة أكثر من 2000 هكتار بالمديرية. مشاهدينا، نشرتنا لا زالت متواصلة. بعد الفاصل نتابع الأخبار العالمية، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. قالت السلطات النيجيرية يوم الخميس أنها اعتقلت 3 لبنانيين في شمال البلاد يشتبه بأنهم أعضاء بجماعة حزب الله اللبنانية، وقد داهموا مقر إقامتهم وتم ضبط أسلحة ثقيلة مخبأة. وقال المتحدث العسكري أكاديتشي أيوها في بيان أن المشتبه بهم الثلاثة اعتقلوا في الفترة بين 16 و28 من مايو في كانو كبرى مدن شمال نيجيريا. واعترف الثلاثة أثناء التحقيقات بأنهم أعضاء في حزب الله. وقال أن مداهمة مقر إقامة أحد اللبنانيين الثلاثة كشفت عن 11 سلاحا مضادا للدبابات عيار 60 ملم و4 ألغام مضادة للدبابات وقذيفتي مدفعية عيار 122 ملم و21 قذيفة صاروخية و17 بندقية كلاشينكوف وأكثر من 11,000 رصاصة وديناميت.
وقال أيها أن الأسلحة والذخيرة كانت موجهة ضد منشآت إسرائيلية ومصالح غربية في نيجيريا، لكنه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل. وفي شأن منفصل، أكد الجيش النيجيري لوكالة فرانس بريس أمس الخميس أن جماعة بوكو حرام هزموا بالأحرى، معتبرا تصريحات جماعة بوكو حرام عن صد العسكريين في بعض مناطق البلاد دعاية فارغة من أي مضمون. وكان أبو بكر شيكاو زعيم بوكو حرام أعلن في تسجيل فيديو يوم الثلاثاء الماضي أن هذه الجماعة الإسلامية حققت عشرات الانتصارات على الجيش النيجيري ولم تتكبد سوى خسائر طفيفة. نفت وزارة الدفاع الصينية تقريرا أمريكيا عن سرقات إلكترونية تمكن خلالها متسللون صينيون من الوصول إلى تصاميم أكثر من 24 نظاما هاما للأسلحة الأمريكية، ووصفته بالسخف قائلة أن الصين لا تحتاج إلى مساعدة من الخارج لتطوير جيشها. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن تقرير أعدته لجنة علوم الدفاع الأمريكية جاء فيه أن التصاميم التي سرقت تشمل طائرات وسفن مقاتلة ونظم دفاع صاروخية حيوية لأوروبا وآسيا والخليج. ونفى جينغ يانغ شانغ المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية التقرير الذي هونت من شأنه أيضا وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون ومسؤولو دفاع أمريكيون، وقالوا أنه قديم ومبالغ فيه. وقال كينغ في إفادة صحفية شهرية طبقا لما جاء في موقع وزارة الدفاع الصينية على الإنترنت أن التقرير يقلل من قدرات البنتاغون في مجال الأمن الدفاعي وأيضا من ذكاء الشعب الصيني. واستطرد قائلا أن الصين تملك بالقطع القدرة على تصنيع الأسلحة التي تحتاجها للأمن القومي، وتنفي الصين دوما مزاعم هذه السرقات الإلكترونية الموجهة إليها. قالت مصادر في حركة طالبان الباكستانية يوم أمس أن مقاتلي الحركة اختاروا نائبا جديدا لزعيمها ليحل محل النائب الذي قتل في هجوم أمريكي بطائرة بلا طيار بمنطقة وزيرستان الشمالية. وقال مسؤولو أمن باكستانيون أن النائب السابق لزعيم الحركة ولي الرحمن قتل في هجوم بصاروخ أطلقته طائرة أمريكية بلا طيار في وزيرستان الشمالية معقل الحركة على الحدود الشمالية الغربية لباكستان مع أفغانستان. وقال 3 أعضاء في طالبان لرويترز أن لجنة من طالبان الباكستانية اجتمعت في وقت متأخر أمس الأول الأربعاء لاختيار النائب الجديد بعد دفن ولي الرحمن. وقال أعضاء الحركة أن الرجل الثاني الجديد خان سعيد كان نائبا لولي الرحمن، وأضاف أنه شارك في التخطيط لهجوم عام 2011 على قاعدة بحرية باكستانية في كراتشي قتل خلاله 18 شخصا إلى جانب هروب جماعة من السجن في عام 2012 فر خلاله نحو 400 مسلح. وهجوم الأربعاء بطائرة بلا طيار الذي قتل خلاله 6 آخرون هو أول هجوم تشهده باكستان منذ الانتخابات العامة التي جرت في 11 من مايو، والتي كانت الهجمات الأمريكية إحدى القضايا الرئيسية المطروحة خلالها. وهو أيضا أول هجوم معلن بطائرة بلا طيار منذ أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة تقلص برنامجها للطائرات بلا طيار. أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مباحثات في باريس يوم أمس الخميس مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في مسعى للتوصل إلى أفكار جديدة لتعزيز إدارة مجموعة اليورو التي تضم في عضويتها 17 دولة ودعم الصناعة الأوروبية. يأتي الاجتماع بعد يوم من منح سلطات الاتحاد الأوروبي فرنسا عامين إضافيين للوفاء بخفض العجز المستهدف في الميزانية، وفي الوقت الذي خففت فيه برلين من حملتها من أجل ميزانية متقشفة يقولون منتقدون أنها ساعدت في دفع أوروبا نحو الركود. وبينما توجد خلافات بين باريس وبرلين بشأن موقف الاتحاد الأوروبي في الأيام القادمة من نزاع تجاري مع الصين وما إذا كان عليها فرض رسوم عقابية على صادراتها من ألواح الطاقة الشمسية، تؤكد فرنسا وألمانيا أن العلاقات جيدة بين أكبر اقتصاديين في مجموعة اليورو والقاطرتين التقليديتين للاتحاد الأوروبي. وخفف مسؤولون ألمان يشعرون بالقلق من أن يصبحوا كبش فداء لتباطؤ الاقتصاد الأوروبي الذي أثار اضطرابات اجتماعية في دول الجنوب مثل اليونان بعد تصريحاتهم عن التقشف، وتحدثوا عن الموازنة بين الحاجة لخفض العجز والحاجة لخلق الوظائف. مشاهدينا الأكارم، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة.